بعد ما مصر بعتت قوات للصومال ووقعت اتفاقية دفاع مشترك، وإن مصر هتدرب الجيش الصومالي وهتبعت له أسلحة يدافع بيها عن نفسه ضد إثيوبيا، طلع أبي أحمد وقال لك بقى يعني انتوا رايحين للصومال، طب ايه رأيكم بقى؟ طب مفيش مية، وراح حاجز المية وقال لك انا هعمل الملء الخامس والاخير لسد النهضة، واللي يعرف يخرجني يفرجني واعمل اللي انا عايزه، واعلى ما في خيلكوا اركبوه. مصر ما كدبتش خبر، وراحت رايحة تاني للمرة الثالثة او الرابعة تقريبا لمجلس الامن الدولي، واكدت على نفس الكلام اللي حصل قبل كده في المرتين ثلاثة اللي فاتوا. بيان فيما معناه يعني ان مصر بتتابع تطورات سد النهضة وبتبلغ بيها اعضاء مجلس الامن الدولي، وان مصر مش هتقف مكتوفة الايدي قدام التهور الاثيوبي او استفرادها بمياه النيل وضرب عرض الحائط بقرارات والاتفاقيات الموقعة بخصوص تقاسم مياه النيل، وان مصر هتدافع في النهاية عن حقوقها وحقوق شعبها، في تلميح يعني لاستخدام ان كل الخيارات مطروحة على الطاولة بما فيها الخيار العسكري. من الاخر يعني ان مصر ممكن تتعامل عسكريا مع السد لو اثيوبيا وصلت تنفيذها وانهائها لمشروع سد النهضة بدون اتفاق صريح وواضح مع دولتي المصب مصر والسودان. لكن هل هيحصل الايام الجاية ان مصر ممكن تتقدم بعملية عسكرية ضد سد النهضة؟ محدش عارف. هل ممكن الامور توصل لكده؟ ممكن توصل جدا طبعا، يعني لو اصرت اثيوبيا على اللي هي بتعمله. لكن انا عن نفسي بسأل الحكومة المصرية، انتوا لحد امتى هتفضلوا تحرقوا في جاز؟ رحتوا لمجلس الامن اكتر من مرة، اتفاوضتوا على مدار 13 سنة مع اثيوبيا، وهم زيهم زي اللي ما يتسموش، لا ليهم عهد ولا دين. من الاخر احنا عارفين في النهاية ان اثيوبيا مش هتوقع على اتفاق ملزم. اثيوبيا مش معترفة اصلا بحصة مصر في مية النيل، ولا معترفة اساسا ان مصر لها حقوق في مية النيل اساسا يعني، وان هم بيسيبوا لنا المية كده تفضلا منهم، ان الناس دي يعني بتتفضل علينا بيها يعني. وعارفين كويس مين اللي وراهم ومين اللي بيساعدهم وبيساعدهم ليه. طب احنا هنفضل نحرق في جاز كتير؟ هنتكلم كتير؟ ولا ناويين نعمل حاجة وناخد موقف؟ اصل الموضوع كده احنا بينا في حتة سد، هما مش هيعترفوا بحق لينا في مية النيل، واحنا مية النيل ده شريان حياة وجود، ما عندناش اي مصدر تاني لمية النيل، فما عندناش غير خيار واحد اعتقد يعني هو اللي وصل لكم ده، واعتقد ان الحكومة المصرية كمان عارفاه.